ناس كتير بيقولوا إن الله عرفناه بالعقل. دي المعرفة النظرية، عرفناه بالعقل. العقل يوصلك إلى شواطئ المعرفة الإلهية، ولكن الحياة تدخلك في أعماق هذه المعرفة. العقل يوصلك للشاطئ فقط، دي حدوده. ما يقدرش يخش جوه تاني أزيد. يوصلك لأول الطريق وتكمل بالإيمان وتكمل بالتأمل وتكمل بالخبرة وتكمل بالحياة. فيبقى ننتقل إلى حكاية معرفة الله بالخبرة والعشرة. علشان تعرف ربنا لابد تعاشره، لابد تحيا معاه ويحيا معاك، لابد أن تشركه في كل عمل من أعمالك، وتقف كده تتفرج عليه وتشوفه ماشي معاك إزاي. تعرف ربنا وانت بعيد عنه مستحيل، خدوها قاعدة. تعرف ربنا وانت بعيد عنه مستحيل. بعيد عنه هتعرفه ازاي؟ من الكتب، يبقى دي معرفة الكتب. لازم تلتصق بيه، زي ما قال داود النبي: أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. لازم تتعامل معاه، تخش في مجاله وتشوفه. المعرفة الحقيقية لله هي معرفة ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب.